نسمي الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عملنا سيرب النعناع الأخضر، وعملنا منه أحلى كوباية عصير ليمون بالنعناع. يلا بينا حبايبي على بركة الله نبدأ الفيديو. عندنا هنا النعناع الأخضر، جبناه، غسلناه غسلة نظيفة وسبناه لما نشف كده، وبعد كده قطعناه. قطعت العروق كلها مع الورق علشان النكهة بتاعت النعناع تبقى موجودة في السيرب، ويبقى نعناع مركز. قطعته كله بالشكل ده بالمقص، زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هنروح نعمل السيرب بتاعنا ان شاء الله. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي متبخليش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبيلي تعليق حلو منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا حلة حطيت فيها 1.5 لتر مية، ونزلت عليهم ب3 كوبايات سكر. بعد كده بعصير ليمونتين كبار وارفعهم على النار كده. رفعتهم على النار، قلبتهم لحد السكر ما داب خالص، وبدأ بعد كده بيطلع فيه ريم على الوش. بشيله بالشكل ده. كل ما بيطلع ريم على الوش بشيله خالص علشان العصير بتاعنا يبقى ايه، نضيف كده وما فيهوش اي شوائب او اي انواع من الرغاوي البيضاء اللي بتبقى موجوده دي. شلت كل الرغاوي اللي بتطلع اللي بتبقى موجوده على الوش ديت، وبعد كده هنزل بالنعناع بتاعنا. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تحط لايك واشتراك في القناه. نزلت كده بالنعناع اللي احنا غسلينه وقطعناه، وهسيبه بقى كده يغلي في السيرب ده. دي كل الكمية اللي كانت موجودة، وكانوا حوالي 4 ربط نعناع. قلبتهم هنا كده بالشكل ده. خلاص اهوت دلوقتي بقولك خلاص النعناع بدأ كل الريحة طلعت، والطعم بتاعه كله طلع في السيرب اللي احنا عاملينه. لون المية كمان اتغير خالص. لازم نضرب الشوربة كويس جدا علشان ميبقاش فيه اي عروق خالص موجودة، لان العروق ديت هي اللي بتبقى فيها النكهة الاكتر بالنسبة للنعناع. تمام كده بقى صفيه في المصفى. لازم تكون مصفى ناعمة وضيقة علشان ما ينزلش منها اي ورق في السيرب خالص. ده الشكل النهائي له. خلاص كده هبدأ ارفعه تاني على البوتاجاز. حطيت له اللون الاخضر. انا ما كانش عندي غير البودر، لو عندك السائل طبعا بيبقى جميل حطيه. اللون ده بيخلي بقى النعناع كده السيرب مركز كده وشكل النعناع بالظبط.
بفضل اقلب فيه كده وبسيبه يغلي له غلوتين لحد ما يبقى لونه شفاف خالص. بنزله من على البوتاجاز. هو هنا بيغلي كده وانا بقلبه برضو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص هنا كده خلصته ورفعته من على البوتاجاز، وهسيبه بقى يهدى خالص كده. وبعد كده فضيته في الشفشة وعملت أحلى وألذ كوباية عصير ليمون بالنعناع بالشكل ده كده. حبيبتي لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ونصلي ونسلم ونزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوفكم على خير الفيديو الجاي.